السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن حاجة كلنا بنحبها، حاجة مش بس طعمها حلو لكن بتدخل السعادة على قلوبنا. النهاردة هنتكلم عن الشوكولاتة، بس النهاردة مش هندخل في تفاصيل عن مكوناتها أو طريقة صنعها. النهاردة هحكي لك تاريخ الشوكولاتة من أول ما تم اكتشافها لحد وقتنا هذا. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تشترك وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، وما تنساش تقولي رأيك في التعليقات علشان كلمتك البسيطة دي بتشجعني إني أكمل. الشوكولاتة واحدة من أكثر الأطعمة المحبوبة في العالم، بتتصنع من حبوب الكاكاو وبتتميز بمذاقها الفريد والممتع، وسواء كانت في شكل لوح أو مشروب أو قطع صغيرة بتعتبر مصدر للمتعة والسعادة في كل مكان. ولو يا عزيزي مش قادر تتخيل العالم بدون شوكولاتة فأنت محظوظ إنك ما اتولدتش في القرن الستاشر. فلحد الوقت ده الشوكولاتة ما كانتش موجودة غير في أمريكا الوسطى، واللي بتمثل حاليا المنطقة من جنوب المكسيك شمالا لحد أمريكا الجنوبية جنوبا. ووقتها الشوكولاتة كانت موجودة في شكل مختلف تماما عن الشكل اللي نعرفه دلوقتي. عرفنا من السجلات التاريخية إنه في سنة 1900 قبل الميلاد هنود أمريكا الوسطى واللي كانوا معروفين باسم شعب المايا كانوا أول بشر يعملوا مشروب من حبوب الكاكاو، واللي كانوا بيستخرجوه من شجر الكاكاو اللي موجود في البرية. شعب المايا كانوا بيطحنوا حبوب الكاكاو وبيخلطوه مع دقيق الذرة والفلفل الحار وبيصنعوا خليط، مش زي خليط الكاكاو السخن اللي كلنا عارفينه، لكن كانوا بيصبوا الخليط من إناء لإناء لحد ما يتحول لمشروب كثيف ومرغي وكان شديد المرارة، وكانوا بيسموه الماء المر. وبعدها جت قبائل الأزتك وغزت شعب المايا وحافظت على تقاليد مشروب الشوكولاتة المر. ولو انت شايف ان الناس دلوقتي بتبالغ في حبها للشوكولاتة يا عزيزي، فسكان أمريكا الوسطى سبقونا وكانوا متعلقين بيها أكتر مننا. السكان كانوا بيعتقدوا ان الكاكاو طعام سماوي اتوهب للبشر عن طريق ثعبان مجنح كانوا بيعبدوه، وكان معروف عند المايا باسم كوكولكان وعند الأزتك باسم كويتزالكوتل. قبائل الأزتك قدسوا حبوب الكاكاو وكانوا بيستخدموها كعملة، وشربوا الشوكولاتة في الولائم الملكية، وأعطوها للجنود كمكافأة على النجاح في المعارك واستخدموها في الطقوس الدينية. في سنة 1519 كان أول لقاء بين الأوروبيين والشوكولاتة عبر المحيط الأطلسي، لما هرنان كورتيس الفاتح الإسباني وصل هو ورجالته لمكان جديد وهو المكسيك حاليا، وراحوا عاصمة الأزتك تينوستيتلان. وخلال فترة وجودهم في المكسيك شربوا مشروب اسمه شوكولاتيل، والمشروب ده كان حبوب الكاكاو المحمصة المطحونة واللي اتغلت مع بهارات تانية وفلفل حر في المية. الأسبان شافوا ملك الأزتك كان بيحط الخليط ده في أكواب من الذهب وبيشربوا حوالي 50 مرة في اليوم. طبعا ده لفت انتباه الأسبان المستعمرين، فقرروا ياخدوا حبوب الكاكاو معاهم ويرجعوا لأوروبا. لكن التقارير اللي كتبها المبشرين عن عادات السكان المحليين في الأزتك طلعت سمعة عن مشروب الشوكولاتة إنه مشروب بيزيد الشهوة الجنسية. وعلشان تعرف مين هم المبشرين، المبشرين دول كانوا ناس غالبا منتمين للديانة المسيحية، وكان شغلهم إنهم ينشروا الدين بتاعهم وسط شعوب أو ثقافات تانية، خصوصا في الأماكن اللي الدين بتاعهم مش منتشر فيها. وكانوا بيسافروا لمناطق بعيدة زي أمريكا الوسطى وأفريقيا أيام الاستعمار علشان يعلموا الناس تعليم الدين بتاعهم وينشروه. المهم مذاق الشوكولاتة المر خلاها مناسبة أكتر كدواء للأمراض عند الأسبان، ولفترة استخدموها كعلاج لاضطراب المعدة. لكن الأسبان قرروا تحليتها بالعسل أو السكر أو الفانيليا، وبعدها الشوكولاتة بقت المشروب الرسمي والشائع في البلاط الأسباني، ومفيش منزل أرستقراطي بدون أدوات مخصصة لإنتاج مخفوق الشوكولاتة. في الوقت ده كان إنتاج مشروب الشوكولاتة المحلاة بالسكر كان بياخد وقت طويل على نطاق واسع، لأنهم كانوا مضطرين يعملوا مزارع كاكاو ضخمة في أمريكا الجنوبية، وده بسبب إن الأرض هناك صالحة لزراعة شجر الكاكاو. إضافة إلى ذلك كانوا بيستوردوا العمالة العبيد من غرب أفريقيا وبيصدروهم لمنطقة الكاريبي وأمريكا الجنوبية للعمل في إنتاج قصب السكر والكاكاو والتبغ. لكن في سنة 1828 كل شيء اتغير لما طلع راجل اسمه كونراد فان هيوتن من أمستردام واخترع معصرة الكاكاو. طبعا الاختراع ده كان قادر يفصل الدهون الطبيعية عن الكاكاو أو زبدة الكاكاو، وبعد كده بيتبقى مسحوق ممكن يتم خلطه في محلول صالح للشرب، أو يقدروا يدمجوه مع زبدة الكاكاو ويعملوا الشوكولاتة الصلبة اللي احنا بناكلها النهاردة. وبعدها بوقت صغير طلع صانع شوكولاتة سويسري اسمه دانييل بيتر وأضاف الحليب المجفف للشوكولاتة واخترع لنا الشوكولاتة بالحليب اللي نعرفها. وبحلول القرن العشرين الشوكولاتة ما بقتش مقتصرة على نخبة معينة من البشر أو رفاهية لطبقة الأثرياء والطبقة الأرستقراطية، بل توسع توزيع الشوكولاتة وبقى يشمل كافة طبقات الشعب، وده نتج عنه زيادة ضخمة في طلبات الشوكولاتة. وبقوا مضطرين يزودوا زراعة شجر الكاكاو اللي ما ينفعش يتزرع إلا بالقرب من خط الاستواء. ودلوقتي بدل ما هيشحنوا العبيد الأفارقة للعمل في مزارع الكاكاو في أمريكا الجنوبية، هتتحول زراعة أشجار الكاكاو لغرب أفريقيا حيث توجد الكوتوفار واللي بتوفر خمس الكاكاو اللي موجود في العالم.
وده على حسب إحصائية اتعملت سنة 2015. ومع ذلك جنبا إلى جنب مع نمو صناعة الشوكولاتة كان وما زال بيحدث انتهاكات قاسية لحقوق الإنسان. فالمزارع في غرب أفريقيا معتمدة اعتماد كلي على العمالة واللي معظمها بيكونوا أطفال. فوفقا لمؤسسة كوربوتش الأمريكية وصل عدد الأطفال في مزارع الكاكاو في ساحل العاج إلى 300 ألف طفل. أما جامعة تيولين الأمريكية عملت بحث قبل كده أقرت فيه إن في أكتر من 1,800,000 ألف طفل بيشتغلوا في مزارع الكاكاو في غانا وساحل العاج. والأطفال في مزارع الكاكاو بينقسموا لقسمين. القسم الأول بيبقوا أطفال من أسر فقيرة جدا بيدفعها فقر الحال وضيق المعيشة لبيع أطفالهم، بمقابل بيتراوح من 50 ل 100 دولار للطفل الواحد، على أمل إن الأطفال يدبروا معيشتهم وياكلوا ويشربوا ببلاش. وفي أحيان تانية الأهالي بتأمر أطفالها إنهم يشتغلوا في مزارع الكاكاو علشان يكسبوا لقمة عيشهم، لكن الأطفال مش بترجع لأهاليها إلا بعد سنين طويلة، وأحيانا مش بيرجعوا خالص. أما القسم التاني هم الأطفال اللي اتخطفوا من محطات الأتوبيسات والقطارات ومن الشوارع والقرى والتجمعات السكنية. شبكة واسعة من تجار الأطفال والمهربين عبر الحدود وسواقين العربيات والمزارعين. عمر الأطفال دول بيتراوح من سن 9 ل 16 سنة من الجنسين. بيشتغلوا في المزارع وبيتخلصوا من الأعشاب الضارة بإيديهم، وبيحصدوا الكاكاو وبينقلوه للمخازن. كل ده ومعظم الأطفال مش بياخدوا أجر مقابل شغلهم، كل ده مقابل إنهم يسكنوا في كوخ صغير بيناموا فيه على ألواح خشبية وطعام رديء بيعطوه لهم صاحب المزرعة. والأطفال دول ما يعرفوش هم شغالين في إيه، وممكن كمان ما يكونوش أكلوا شوكولاتة قبل كده. كل اللي بيعملوه إنهم بيصحوا الصبح وبيشتغلوا لحد آخر النهار وبعدين يناموا، لا يعرفوا مدارس ولا ترفيه ولا حتى خدمات طبية. وفي النهاية تاريخ إكسير السعادة بيكشف لنا جانب مظلم وقبيح من جوانب الحضارة الأوروبية. ففي سبيل إسعاد الرجل الأبيض وتوفير منتجات الرفاهية ليه من غير تكلفة، بيعاني الأطفال الأفارقة من عمليات استغلال على نطاق واسع، من غير توفير حياة كريمة أو ضمان أي حقوق إنسانية لهم.